السلام عليكم شبابنا، شلونكم؟ وياكم اخوكم خبير فني عباس اقله لصيانة كافة الاجهزة المنزلية والدراجات الكهربائية. اليوم احد الزباين طلب من عندي ان اصنع له جهاز يحمل مولده او المحرك من ارتفاع درجة الحرارة. فصممت له هذا الجهاز. هذا الجهاز يحمل محرك او يعطيك انذار قبل لا يوصل مرحلة الحرارة الخطرة، يعني يوصل درجة حرارة عالية فيفصل قبل لا يلطش البستم مال المحرك او شي يصير بالمحرك. راح نفصلكم ورايكم. هسه هذا عندنا الحساس اللي يصير بالراديتر مال المحرك. خلينا عليه الكاوية. هسه شوف، راح تلاحظ راح يرتفع المؤشر مال الجيج. عندما يرتفع يوصل درجة حرارة 75 يفصل او يعطي انذار بأن درجة حرارة المحرك وصلت حدها الأقصى. عمود تلحق المولد أو المحرك تلحقه قبل لا يلطش بيه بستم أو يقوم. نلاحظ المؤشر هسه راح يوصل درجة حرارة، شفت درجة حرارة 75، اشتغل انذار. راح من ينزل جوال 75 فصل الانذار. من نتراجعه الحرارة عالية والكاوية. من يوصل درجة حرارة 75 يرجع يشتغل. يظل يدق جرس الحد بعد إلا ينزل جوا 75 يلا يطفي الجرس أو أنت تقطع منه. تقدر تضيف له جرس ثاني، أنا مخلينه مكان نضاف له جرس ثاني أقوى من هذا، خاف صوت المولد ما ينسمع، فالجرس الثاني عوض يصير صوته أقوى. وخليت أيضا هذا المؤشر لانخفاض ضغط الزيت. عندما ينخفض ضغط الزيت يشتغل هذا المؤشر، يعطي صوت انذار لأن انخفض ضغط الزيت. وإذا تريد طفيه منه من هاي الفاصلة. أي استفسار أي تعليق أرد عليه وبخدمتكم. وإذا أحد يريد نفس هذا الجهاز يصنعه عندي أو شلون طريقة تصنيعه يراسلني وبخدمته أنا.